السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فاكرين كنت عملت فيديو قبل كده كنت بتكلم فيه على ان الكوافير الحريمي ان المفروض ان الست ما تروحش الكوافير ده يكون في راجل، يعني مش المفروض انك تروحي كست يعني لكوافير في راجل، يعني الراجل ما ينفعش يقعد يعمل لك شعرك بقى ويعمل لك الحاجات اللي ما ينفعش. فانت تروحي المكان فيه ست افضل يعني ليكي كست يعني مسلمة، يعني انك حرام، يعني ده في رأيي. المهم ايه، قاعده بتكلم مع واحده صاحبتي، يعني هي مش صاحبتي، يعني هي معرفه كده. بتقول لي ايه يعني، بتقول لي انا بشتغل في كوافير، بس الواحد مش عارف يا هو حرام يعني ان الواحده تشتغل في كوافير ولا كده يعني. فانا بقول لها ايه، بصي بقى هو مش حكايه حرام يعني، احنا ايه، اصلك انت مش في حاجات بتتعمل في الكوافير فهي المفروض انها حرام، مثلا الحواجب والكلام ده يعني. لسه بتكلم معاها يعني وهقول يعني رأيي يعني، وبقول ربنا يستر واسألي شيخ وبتكلم كده يعني. فبعدين قالت لي لا لا استني، انا مش شغاله في كوافير حريمي، لا انا شغاله في كوافير رجالي. قلت لها ثانيه واحده بس نمسح السطر اللي انا قلته من شويه ده، انتي بتقولي ايه؟ قالت لي لا انا شغاله في كوافير رجالي. قلت لها يعني ايه؟ مش مستوعبه، مش انتي يعني ايه كوافير رجالي؟ طب ازاي؟ قلت لها هو الكوافير ده ميكس يعني رجاله على ستات يعني ولا ده ايه؟ قالت لي لا ده كوافير رجالي، انا شغاله في كوافير رجالي. عارفين لما الواحد ايه يفضل يفهم فيك ويقول لك المعلومه 100 مره وانت مش فاهم او مش عايز تستوعبها او عقلك رافض يستقبل. انا بالظبط كده، انا عماله اقول لها يعني ايه، تقول لي كوافير رجالي يعني اللي هو ازاي كوافير رجالي؟ إيه بتعملي ايه كوافير رجالي؟ قلت لها لا ثانيه بقى ما تفهميني، يعني انت بتعملي ايه في كوافير الرجالي؟ يعني كوافير الرجالي ده اللي هو اللي احنا عارفينه، اللي الرجاله بتروح وبتحلق تاخد شعر ودقن كده يعني. قالت لي اه. طب ما انت كست بتعملي ايه؟ يعني انت واقفه على الكاشير مثلا بتحاسبي؟ قالت لا انا شغاله بعمل. انت تحلقي شعر الرجاله؟ قالت اه بحلق. طب بتعملي دقنهم؟ طب قالت لي كل حاجه، كل حاجه يعني. مش عارفه اقول ايه، يا خربتك يا بوسوسو، يعني انت بتعملي ايه؟ انت بتعملي ايه؟ قالت لي قلت لها لا بقى استني. قلت لها ما انت بتحلقي للراجل شعره، يعني بتمشيكي شعره؟ ده انا كنت بقول ان الست ما تروحش تقعد كده على الكرسي والراجل يقعد يعمل لها في شعرها ويصبغ لها ويسوي لها. فانت بقى بتعملي الحاجات دي بقى للرجاله؟ قالت اه. قلت لها لا يا حبيبتي انت مش محتاجه تسالي شيخ، ما اعتقدش يعني. ده ايه اللي انت بتقوليه ده اصلا؟ طب ما تشتغلي في كوافير رجالي؟ قالت لي لا، قصدي بقول لها طب ما تشتغلي في كوافير حريمي. قالت لي لا انا ما بحبش التعامل مع الستات قوي، متعبين، انما الرجاله يعني سهلين في المعامله شويه. مش عارفه يعني، عارفين سمير غانم في مسرحيه المتزوجين لما شرب الشوربه؟ انا عايزه اعمل لها كده. قلت لها ايه ده؟ قلت لها طب يعني بصي سيبك من كل يعني الحرام وحلال، ما نرجع بالكلام ده دلوقتي، هنتكلم في حته تانية خالص. هو انت ما بتتعرضيش لحاجات رخمه كده يعني، معاكسات كلام رخم من احيانا يعني من بعض الرجاله اللي بتيجي المكان؟ قالت لي اه بيحصل. طيب يعني انت بدي مستنيه ايه؟ انت لما تروحي المكان بتتعرضي فيه لإساءة لناس، كلامها احيانا شخص يكون مش كويس يقول لك كلام مش كويس، شخص يكون نفسه مريضة يقول لك حاجة ولا يبص لك بصة، انت سايبة نفسك ليه في المكان ده؟ فقالت لي هي شغلتي يعني. فقلت لها لا استني بقى، هي شغلتك، ففي ناس كتير بتشتغل شغلانات كتيرة بس مش عشان هي شغلانتهم يستمروا. يعني ما هو تاجر المخدرات دي شغلته، ما هو الحرامي شغلته، بس مش عشان هي شغلته فيستمر. لا، احنا لازم نراجع ضميرنا شوية ونراجع نفسنا شوية ونبص لاخرتنا شويتين ثلاثة عشان نشوف الشغلانة اللي احنا فيها دي ينفع تستمر وهي نكمل بيها للآخر، ولا دي كفاية لحد كده وربنا يعني يستر في اللي فات. فحتى انا يعني بوصف لها بقول لها طب بس انت يعني بتقربي وشك من وش الراجل وانت مثلا بتعملي حاجه، مش عارف، انا مش عارفه الرجاله بيعملوا ايه بصراحه في الكوافير غير ان هم بيحلقوا، بس في حاجات تانية بتتعمل يعني مش يعني حاجات شبه اللي بتعمل للستات، صبغه شعر بقى ومش عارفه ايه كده يعني. فالمهم يعني فبقول لها يعني
تعاملك مع الرجاله وحش. ده احنا بنقول للست اللي شغاله ايه، موظفه في شركه وقاعده في مكتب واحد مع الرجاله، بنقول يعني حاولي تقللي كلامك، وكلامك يبقى معاهم في الشغل بس، عشان برضو في نفوس مريضه والكلام ده مثلا. فان انت اصلا المكان كله رجاله في رجاله غالبا يعني، وكل تعاملك مع الرجاله ده، غير انك مش بتتعاملي معامله بالبق كده وخد ورقه ومضي لي ورقه، لا ده انت بتتعاملي بملامسات، ملامسات ايدك لمسه كده فيه يعني. فتخيلي انت يعني حكمها ايه دي ولا ايه؟ ليه وبعدين يعني سوري، يعني الشخص اللي قابل على مراته انها تشتغل في المكان ده وهو عارف انها ممكن تتعرض لكلام سخيف وحاجات كده، مش عارفه افسر والله. ده عنده دم ده منظره ايه الشخص ده والله العظيم؟ يعني شكله ايه يعني؟ متوفي كلينيكيا، ميت ده ولا ايه؟ مش عارفه، ربنا يسلم. المهم يعني انا بقول يعني بصراحه، قلت لها لا لا لا، الموضوع بالنسبه لي مرفوض قولا واحدا يعني، مش قادره افكر فيه يعني. عارفه انت كنت بتكلميني على كوافير، انا بفتكره كوافير حريمي، فلسه هنتكلم يعني، لسه هشرح لك. لكن الموضوع بالنسبه لي انت كست بتشتغلي في كوافير رجالي وفاكره نفسك انت كده يعني بتجاهدي، لا. والغريب ان بتقول لي ايه، في ناس بتقول لي ما شاء الله عليكي انت قادره تقفي على رجليكي، انت بيسقفوا لها يعني انها ست كده ايه، مقاومه يعني، ست مجاهده، ست محاربه يعني، عارفين قلت لها بصراحه ما تسمعيش كلام الناس دي كلها، دول كلهم هيودوكوا في 60 داهيه، عمالين يشجعوكي اصلا على الغلط. والله العظيم هم كده بيشجعوكي على الغلط، ولما تروحي لاخرتك كده هتلاقي نفسك يعني محدش فيهم هينفعك. فبلاش تسمعي للناس اللي بتشجعك على اصلا انك يعني تحرقي نفسك بنفسك. فلا، مكان زي ده ما ينفعش تكوني انت موجوده فيه، الرجاله للرجاله والستات للستات يعني، احنا بنخش على شغل بعض ليه؟ ما ينفعش. فانك تفضلي مستمره عشان ده شغلك ودي الحاجه الوحيده اللي انت عارفاها، لا. ما هو الحرامي دي الحاجه الوحيده اللي هو عارفها، هيفضل مستمر ولا يتوب بقى ويحترم نفسه؟ فاهمه؟ فاهمين يعني؟ فما عجبنيش الكلام، وقلت لا بصراحه الكلام ده انا ارفضه. وروحي اسالي اي شيخ يعني، حتى لو كان شيخ اي حاجه كده، هيقول لك لا ما ينفعش صراحه. وانا ما اقبلش ان جوزي يروح كوافير او حلاق يعني وفي ست. انا هتضايق والله العظيم، هتضايق. فيعني ممكن الستات اللي بتشتغل في الكوافير الرجالي تروح تنقل نفسها في الكوافير الحريمي، والرجاله اللي في الكوافير الحريمي تنقل نفسها في كوافير الستات. ايه ده اللي انا بقوله؟ بصوا، الرجاله تروح عند الرجاله والستات تروح عند الستات، فاصل كده ونعمل بينهم حيطه، ما حدش يخش على شغل التاني، وما حدش يقول لي دي شغلانتي وانا اعرفها من زمان وانا مستمر فيها وزي الفل زي الفل. خلاص يبقى ما تتكلمش بقى، انت مع نفسك وربنا يهديك، وانت مع نفسك وربنا يهديكي. بس اني كرأي انا طبعا مش عالمة دين عشان افتي يعني، بس روحوا اسالوا يعني افتى في الموضوع ده. الموضوع ده مش نافع، ما ينفعش انه تقعدي تتلامسي كده مع الرجاله ده السلام كده حرام. امال بقى انت مش بتسلمي، ده انت بتلعبي له في شعره وفي وشه. ده مصيبه سودا. لا لا، الموضوع بالنسبه لي مرفوض ومش منطقي ومش نافع. بس اعتقد كده، والله اعلى واعلم. واللي عايز يسال في فتوى يسال الشيخ، بس انا كنت بكلمكم على حوار حصل بيني وبين واحده يعني. ربنا يهدي لنا اولادنا ويحفظهم من كل سوء، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يثبتنا على ديننا، ربنا يحسن ختامنا جميعا، ربنا ينصر اخواتنا المستضعفين في كل مكان، اللهم امين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.